ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا النهارده مع بعض نعمل ورده مكرميه جميله ومميزه. الاول نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا معايا 2 خيط. كل خيط فيهم 4 متر. بقسم الخيط من النص بالظبط كده وبثبته باي حاجه، بدبوس ببلاستر باي حاجه. وبعد كده بعمل عليه عقد مزدوجه. باخد اول فتله كده من ناحيه الشمال، اول خيط كده من ناحيه الشمال. طبعا انا بقدر استخدمها باكتر من استخدام. الورده دي بتبقى حلوه جدا ومميزه في شغل المكرميه. اخد الخيط اللي على الشمال اول واحد وبعمله خيط ثابت كده، بوديه اتجاه اليمين. وبعد كده بعمل عقد مزدوجه بكل الخيوط اللي هتقابلني اللي هما ال3. تمام اهو. بعد كده هاخد اللي بعدها برضو هعملها عقده مزدوجه على الخيط الثابت ده اللي انا واخداه من ناحيه الشمال عملته اتجاه اليمين. اخد التالتة. انا هنا في الوردة دي انا عملت 3 صفوف فقط، ولكن هي الافضل طبعا تبقى 4 صفوف. من بداية من 4 صفوف هتبقى احلى واحلى كمان. بس انا عشان انا مرتبطة بالديزاين اللي انا بشتغله بالخيط السميك ده، هسيب بقى اول فتلة من على الشمال خالص واخد اللي بعدها نفس اللي انا عملته، هوديها اتجاه اليمين وتبقى هي الخيط الثابت، واخد كل الخيوط اللي هتقابلني وهيبقوا هما فتلتين. يبقى اول خيط اخدته وطلعت منه 3 فتلات عقده مزدوجه، وبعد كده اللي هسيب فتله على ناحيه الشمال واخد اللي بعدها واخد الفتلتين اللي هيقابلوني. تمام. هعدل كده بايدي. بعد كده هسيب برضو فتله من على ناحيه الشمال وهاخد الفتله التانية دي، اعمل برضو عليها الفتله الاخيره دي عقده مزدوجه. بكده اكون عملت 3 صفوف عقد مزدوجه. اثبت بقى الخيط بتاعي كويس عشان ما يفضلش رايح وجاي معايا كده يضايقني في الاستخدام. بعد كده هرجع الفتلات بتوعي تاني، هرجع تاني نفس اللي عملته هعمله بس بالعكس. هاخد بقى الخيط اول خيط ده كده اطلع منه فتله واحده بتبص اتجاه الشمال، خيط واحد نفس العدد اللي انا عملته ارجع اعمله تاني. ادي اول خيط. بعد كده هاخد الفتله التانية اللي بعدها اهو، اطلع منها بقى المره دي فتلتين. بعملها وطبعا بعدل بايدي عشان تبقى مظبوطه. ادي كده اول خيط. هطلع التاني اللي هيقابلني ده، بس ده هشده بقى كويس اتجاه العقد المزدوجة. هشد هنا في الجزئية دي كده، ايوه اهو. بعد كده هاخد اللي بعده هطلع منه بقى 3 فتلات. ادي اول واحدة، تاني واحدة. بشد ايدي في العقد بقى الاخيرة دي عشان تطلع مظبوطة. وادي تالت واحدة هشدها دي للاخر اهي. كده كونت اول ورقة من الوردة. كده عملت اول ورقة من الوردة. نفس اللي انا عملته في الورقة دي هكرره نفس الخطوات، هكررها اكتر من مرة لحد ما اكمل الوردة بتاعتي. هاخد بقى الخيط اللي على الشمال برضو وهوديه اتجاه اليمين وهطلع منه 3 فتلات بعقد مزدوجة. تمام. بعد كده هسيب الخيط اللي على الشمال وهاخد اللي بعده زي ما عملت فوق برضو. تمام.
بعد كده الاخير هطلع منه خيط واحد بس. بحاول طبعا اثبت الخيوط بحيث ان هي تبقى شكلها منمق وكويس واعرف اظبطها، وكمان ما تغلبنيش في الشغل. تمام. نفس بقى اللي انا عملته هكرره تاني بس بالعكس. هاخد اول واحده اطلع منها فتله واحده، بعد كده تاني واحده الدور اللي بعده هطلع منها فتلتين، بعد كده اخر واحده هطلع منها بقى 3 فتلات، 3 خيوط. شدي بقى ايدي جامد في اخر واحده. نفس الخطوات هكررها تاني بنفس الطريقه دي لحد ما هكون بقى 5 اوراق شجر زي دول كده، او 5 بتلات زي دول كده بنفس الطريقه. هاخد برضو الخيط اخر واحد هوديه اتجاه اليمين واشتغل عليه 3 فتلات واكرر نفس الخطوات. انا هنا عملت 5 بتلات، ولكن طبعا تقدروا تعملوا اكتر من بتله. لو انتوا عايزين تكبروا المقاس مثلا بتاعها تقدروا تعملوا 6 بتلات. برضو الصفوف هو هنا انا عملت 3 لان الخيط هنا سميك. ده خيط كوردون حشو 4 مللي بس. الديزاين اللي انا بشتغل فيه مرتبطه بالخيط ده لان هو نفس النوع اللي بشتغل بيه. وان شاء الله باذن الله هعملها برضو معاكم تاني بخيط بقى ارفع. الخيط السلسله بيبقى حلو جدا جدا في البتلات. ان شاء الله هعمله معاكم وهعملها بقى 4 صفوف ونكررها مع بعض تاني باذن الله. هو الورده جميله جدا، وبصراحه انا بفضل مثلا الورد عن شغل الريش مثلا. يعني بحس ان الريش مش عملي قوي لان هو بعد وقت بيبوظ بيتغير شكله، ممكن طبعا كمان ما بتغسلش زي باقي المكرميات. المكرميه عادي ممكن بتتغسل دراي كلين او بتتغسل بطريقه معينه في المنزل، ولكن الريش طبعا لا، مش بيتغسل. كده هنقفل اللي هي البتله التالتة. شد ايدي جامد. هكرر بقى نفس الخطوة دي مرتين برضو. طبعا لو عجبكم الشرح ما تنسوش اللايك والسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان تستفيدوا بأي فيديوهات جديدة. تعليقاتهم الجميلة فعلا اللي بتديني طاقة إيجابية كبيرة جدا فعلا. وبجد شكرا ليكم من كل قلبي على كومنتاتكم الجميلة جدا. الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقدر افيدكم ولو بحاجة بسيطة جدا، فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.
كده انا هقفل بقى البتلة الرابعة بنفس الطريقة كده. الخيوط طلعت 3 خيوط، ادي الفتلة التالتة، الخيط التالت اشده قوي عشان اقدر اقفلها كويس. تمام، ما تبقاش طبعا مفتحة عشان تبقى الوردة عندي مظبوطة. هنعمل بقى اخر، بالنسبة لي انا هعمل اخر واحدة. منساش هنا ان الخيط انا قصيته على 4 متر، 4 متر فرد، مفرد مش مجوز. انا بتنيه بقى على، هي بعد لما اتنيه هيبقى 2 متر، وبعد كده ابدأ اشتغل عليه. نفس الخطوات بكررها. اول خيط بطلع منه 3 خيوط، بعد كده الخيط اللي بعده بسيبه، وبعد كده اخد اللي بعده واطلع منه 2 خيط، بعد كده بسيب خيط على ناحية الشمال واخد اللي بعده واطلع منه خيط واحد، وارجع اعيد نفس الخطوات تاني بس بالعكس. انا مش حابة هنا ان انا اسرع الاجزاء دي، عشان لو هتعملوها معايا خطوة بخطوة تبقى بالنسبة لكم سهلة جدا وبسيطة، وخصوصا اللي هيعملها لأول مرة. كده اخر حاجة. بعد كده بقى نفك الدبابيس بتاعتنا. بقت اصبح عندي الوردة بتاعتي مظبوطة وجميلة. هقفلها بقى. الفتحات دي كده بدخل الخيوط دي عشان اقفلها تقفيل كويس. زي الوردة دي كده هنركب فيها خرزة، نركب خرزة وهنقفل الخيوط بتاعتها عشان تبقى بالشكل ده. تمام، هي طريقتها سهلة جدا مش صعبة. انا هنا عملت اكتر من وردة، هوريكم بقى ازاي نقفلها. الخيط ده هركب فيه خرزة، طبعا تقدروا تعملوا اي شكل في النص. تقدروا تعملوا مثلا عقدة اللي هي التوت الفشار، بوب كورن في النص مثلا. هحط كده الخرزة وادخل بقى الخيط ده في اي طرف عندي مقابل ليه عشان نقفله كده ويبقى شغلنا نظيف وتقفيلنا نظيف اهو. وهشدها نفس اللي انا عملته ده هعمله في ال3 خيوط دول. هدخلهم، احاول اوسع كده حلقة خيط كده من اللي عندي وادخل فيها واحدة من دول، وبعد كده اسحبها. ما عرفتش اعملها بايدي، ممكن اعملها بحرف المقص، ممكن اعملها بابرة تنظيف. هدخله واقوم سحبه بقى كده شداه كويس عشان البتلات كده تضم على بعضها. اللي بعدها هعملها بنفس الطريقة برضو واشد اخر واحدة برضو.
اسحب كده جامد بقى الخيوط كلها عشان بعد كده اقص الزيادات بقى. ادي شكل الوردة معايا. اقص بقى الزيادات اللي من ورا دي بالمقص، بس هسيب طرف صغنن كده بحيث ان انا اقدر ان انا الزقه مثلا بنقطة شمع. اوكي، عايزة اخيطه برضو اوكي. ايه اللي يريحنا بقى نعمله. انا شخصيا خيطت الاحرف دي بخيط نفس لون الوردة كده اهو. بقص كده، بعد كده بقى نقطة شمع تمام. اي مادة لاصقة عندي بس تكون طبعا بتلزق كويس، نقطة صغيرة ونعملها، بس طبعا ما تكونش واضحة في اتجاهات كده، ايه ما تبقاش واضحة من قدام يعني، او اخيطها مفيش مشكلة. كده بقى اصبح عندي الورد بتاعي. استنوا بقى الديزاين اللي هنعمله مع بعض بالورد ده ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون واضح، واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.